اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا باجيت فارسي. حاجه ياسر خفيفه وسهله، تحضيرها سهل ياسر وبنينه في ان واحد. خذينا لهنا كما قاعدين نشوفوا، عندي كيلو فرينه حطيته في البول نتاع العجانه، واللي ما عندوش عجانه بيان سور يحط في طبق يعجن بيديه. لهنا عندي باكو خميره نتاع خبز، مغرفه قهوه مش معبيه خميره جاتو، مغرفه قهوه سكر. لهنا عندي 150 مليلتر حليب. لهنا عندي 4 كاس زيت، 4 كاس متاع ماء بالزيت، وهذه عظمه. هذايا الماء، ونحطوا رشه ملح. حطيت مغرفه مش معبيه ياسر قهوه بالملح. اذا نحطوا الخميره والسكر وكل مع بعضهم في الحليب باش تتفاعل مع الحليب الدافي. بيان سور الحليب لازم يكون دافي باش الخميره تعطي مفعولها. نخليوها تتفاعل شويه، من بعد نرجعوا نكملوا بقيه المراحل. لهنا خلينا الدرج ولا درج ونص الخميره تفاعلت بالباهي. تو باش نصبوها في فوق الفرينه. بسم الله. نصبوا الزيت، وهذه العظمه حطيناها في الماكينه. نبداو توا. بسم الله. حضرت لهنا 200 مليلتر ماء دافي. نبدا كل مره نصب شويه حتى العجينه تاخذ كفايتها، لازمها تكون طريه. كملت صبيت 200 مليلتر. تو باش نزيد على خاطر الفرينه تشرب بالباهي. توا كيما قاعدين نشوفوا العجينه تلمت، هاكي الكونسيستونس نتاعها تبدا طريه بالباهي، راهي هيك باش تجي خفيفه وبنينه. ما بقالنا كان نزيدوها شويه زيت باش تتلم بالباهي، ونغطيوها بفيلم اليمونتير ونخليوها تخمر مده نص ساعه 7 دراج هكاكا. اذا نكملوا نخمروا العجينه، من بعد نرجع لكم ان شاء الله. بالنسبه للفارس نتاع الباجيت نتاعنا، خدينا لهنا صدر الدجاج باش نقصوه توا مكعبات، ومن بعد نوريكم كيفاش باش نفوحوهم. نحاولوا نقصوهم صغار شويه باش نجمو نهزو بزيد طريف في وسط الباجيت فارسي. اذا نكمل نقص ونرجع لكم. قسينا لهنا الدجاج مكعبات كما قاعدين نشوفوا. هذوما الفاحات حضرتهم. مغرفه قهوه صغيره، مغرفه قهوه صغيره كركم، على راس المغرفه شويه فلكحل، ما نكثرش منه خاطر مش باهي المعده. كيف مغرفه ملح. وهذه لفاحات نتاع الدجاج تتشرى حاضر هكاكا. وهنا نصف مغرفه قهوه فلفل احمر. نحطوا لفاحات ونصبوا شويه زيت ونحركوه ونخليوه الحم يتفوح بالباهي مده دريجين هكاكا، ومن بعد نتعداو المرحله اللي من بعد. قسيت لهنا راس بصل متوسط حطيته على النار باش نزيد فوقه مغرفتين 3 زيت ماكسيموم، ما نحطش برشا. نخليوه يتقلى حتى يذبل شويه، من بعد نلحق فوقه الدجاج. كيما قاعدين نشوفوا توا البصل ذبل، باش نصبوا توا الدجاج. بسم الله.
صدر الدجاج كيما تعرفوا ما يبطاش ياسر، معناها ربيع ساعه بيحاول ليه يكون طاب. واللي يحب يستعمل دانت كيف كيف راهو على حسب شنو اللي عندك. اذا نخليوه يطيب مده ربع ساعه ومن بعد نطفيو عليه. توا حضرنا المكونات متاع الفارس الكل. هذايا اللحم كيما قاعدين نشوفوا من بعد ما طاب وننشح شويه من الماء، حطيت له ربع كاس ماء باش طاب بالباهي. لهنا عندنا شويه معدنوس، هذاك مايونيز، هذه صوص بيتزا، وهذه شويه هريسه، زيتون مقصوص طروف، بصل هذاك مقصوص، موتزاريلا عربي رابي، جبن مثلثات، وسلطه مشويه. اذا باش نبداو نحضروا لي باغيت فارسي. هذه العجينه متاعنا كيما قاعدين نشوفوا ما شاء الله تضاعف حجمها بالباهي. باش نحيو لها الغاز من وسطها، من بعد نرجعوا نبداو نحلوا مع بعضنا في العجينه. كيما قاعدين نشوفوا لنا خذيت قطعه من العجين في الكبر هذيا، ونبدا تو نحلها بالقلقال. كملت حليتها العجينه، نبدا نحط المكونات في وسطها. اول حاجه باش نبداو بها هي المايونيز والهريسه. نحطوا مغرفه هكايا هريسه، ونحطوا توا صوص بيتزا، مغرفه هريسه ومغرفتين صوص بيتزا، وفوقهم بيان سور المايونيز. ندهنوا بالباهي البات، نوزعوا لي صوص الكل مع بعضها مع السيرفاس كامله. توا باش نحطوا سلطه المشويه، ما نكثروش برشا، من كل شيء شويه، هو باش يفوح الساندويتش، لا اكثر ولا اقل. توا باش نضيفوا كميه من المعدنوس والبصل اللي قصيناهم قبيله، وبعد باش نحطوا اللحم. بالنسبه للفرماج نسيت ما حطيتهاش من الاول، تو باش نحطها على جنب، مش مشكل، نجمو نلحقوها اتو مومون. نحطوها هكا على جنب ونحلوها، نوزعوها على البات. نكمل دونك ندهن الفرماج بالباهي، وتوا ما بقى كان نحط الموتزاريلا رابي، شخشخها بالباهي بالموتزاريلا. بعد ما كملنا حطينا لي زانغريديون الكل، توا باش نبداو نلفوها، ناخذوا جنب منهم ونبداو نسكروا هكايا، ننزلوا شويه من الطراف وندوروها نروليوها بشويه بشويه حتى تتسكر كلها. ننزلوا على الاطراف هكايا ونقرب الطبق بحذايا. نهز الباجيت نتاعي بشويه ونحطها في الطبق، نحاول نوزعها على كبر الطبق باش تقعد متساويه من الاطراف الكل. ناخذ سكينه ونحاولوا هكا نزينوها من الفوق، نشقوها شويه تعطي منظر حلو برشا. اذا باش نكمل على المنوال هذا الكعيبات اللي باش نحطهم في الفور ونرجع لكم. هنا كما قاعدين نشوفوا حضرنا الكعيبتين هذوما باش ندخلهم هما الاولين. حضرت لهم لهنا شويه اصفر عظم، زوز مغارف زيت وزوز مغارف حليب، خلطتهم بالباهي وندهنوا الباغيت فارسي نتاعنا بالباهي باش تجينا دوغي مزيانه.
توا ناخذ شويه غران دو شيا ونرشهم من الفوق يعطيونا منظر مزيان برشا. سينو تعملوا شويه سينوج ولا شويه جلجلين، كل واحد شنو يحب يعمل. جوست هذايا للتزيين وكها. توا نحطوهم في الفور من 20 ل 30 دقيقة، ومن بعد نرجع نوريكم كيفاش طابوا. وهكا مشاهدي الكرام، تو كما قاعدين نشوفوا الباجيت فرسي متاعنا حضرت. مازلت كي خرجتها من الفور باش نحاول نقصها ونوريكم النتيجة. بسم الله. وهذه الوسط متاعها، نودكم ولا نشهيكم هكا نتحصلوا على باجيت فرسي بنينه برشا كيما اللي في السوق وابن من السوق. بحول الله جربوها، وان شاء الله نتلقاو في وصفه جديده.